بيكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده الحلقه التانية في الابداع. قلت في الحلقه اخر حلقه فاتت المره الجايه ان شاء الله هتكلم عن العصف الذهني في تنميه الابداع. هما 3 اساليب اتكلم فيهم. بس قبل ما اتكلم في تنميه الابداع والاساليب التابعه لتنميه الابداع، عايز اقول حاجه قالها دكتور احمد خالد توفيق في مقابله يعني قبل وفاته بفتره بسيطه. قال ان انا ما ابتديتش اكتب الا لما يعني اخدت كتير قوي. بيجي الواحد لما بياخد خبرات كتير قوي، يقرا كتير جدا، تيجي عليه فتره بيقول قال ما معناه ان انا ما كتبتش كنت هنفجر. هو الفكره هنا دلوقتي الدكتور احمد خالد توفيق جاب ابداعه منين؟ من القرايه. لازم تقرا كتير، لازم يبقى عندك خبره كتير. لو انا عايز اكتب لازم اقرا كتير. لو انا مثلا واحد عايز يالف شعر لازم اقرا اشعار كتير. لو انا عايز ارسم لوحه لازم اشوف لوح كتير. هي دي جوهر الاساليب اللي هتكلم عنها. الخبره. كل ما يكون عندك خبره عاليه جدا كل ما تزيد نسبه فرصه ان تجيلك فكره جديده ما جاتش لحد قبلك. طب ايه هو الاسلوب الاول في اساليب تنميه الابداع؟ اسلوب العصف الذهني. كنت بدخل الفصل اكلم الطلبه، بجيب قلم واطلع قلم من جيبي، بقول له يا اولاد ممكن نستخدم القلم في ايه؟ واقول لو قبل ما ابتدي مش عايز حد فيكم يتريق على الكلمه اللي هقولها زميله، وكل واحد يتكلم بحريه وقول اول كلمه تيجي في دماغك. فكان اول طالب يقول يا مستر كنت اكتب بيه، التاني يقول لي ارسم بيه، التالت يقول لي اضرب بيه زميلي، الرابع يقول لي الف عليه سلك، واحد يقول لي اسلك بيه ودني. كل واحد لما بيسمع حاجه من زميله بيقول حاجه جديده. الاول بيقول الاستخدام التقليدي، وده اللي قلناه في حل المشكلات بشكل ما قلت ايه، الواحد بيدور على المسامير الاول في ايه، يتصل بحد يجيب له مسامير او يدور حد بيبيع مسامير عشان يثبت العجله الفلتانه. وبعد كده تيجي الافكار غير التقليديه مع الوقت. ده العصف الذهني يبقى جوهره ايه؟ العصف الذهني اسلوب تنميه الابداع، بس بشرط ان انت تكون قاعد مع ناس وكل واحد يقول فكره والتاني ايه بيجود عليه. اهم حاجه محدش يتريق على التاني. وعادة بيقولوا افكار التقليديه في الاول، بعد كده بيقولوا افكار الجديده. انا بقى رحت قايل لهم ايه، قلت لهم شفتوا السكتش بتاع احمد فهمي لما كان دخل اسانسير وكام واحد كان كل شويه النور يقطع وبعدين يجي يلاقي واحد مقتول، فاحمد فهمي في الاخر لقى نفسه قدام القاتل، راح مطلع القلم واستخدمه كاداه دفاع عن النفس قدام القاتل، هو اللي اخذ الوظيفه في الاخر. يبقى ده جوهر العصف الذهني، ان كل واحد يقول الفكره اللي عنده وبكل بساطه اللي بعده بيكمل عليه. تلاقي نفسك تجيب افكار جديده. في طريقه تنميه الابداع ممكن دي بتعتمد انت تكون لوحدك. ايه هي؟ السؤال المفتوح. بكل بساطه ايه هي؟ اكتب 20 استخدام للقلم. هتلاقي نفسك برضو في الاول بتكتب الافكار التقليديه، بكتب برسم، وبعد كده تلاقي نفسك تقول بلف سلك، اسلك بيه وداني، استخدمه في خناقه. هتلاقي نفسك بتكتب. بس اهم حاجه يكون عندك خبره. الخبره بتيجي من القرايه كتير. رقم واحد، واتكلمت عنها في زاويه ذكائك، ازاي ازود خبرتي عن طريق القرايه، السفر، اتعلم مهاره جديده زي العزف. طيب ايه الاسلوب الثالث؟ قريت عنه اللي هو ترابط الافكار. قريت عنه بكل بساطه كده في مقال عن الابداع. بيقول لك الابداع بيرتبط بالضغط. يعني ايه الابداع بيرتبط بالضغط؟ يعني ساعات كتير ما تجيلكش الافكار الخلاقه في دماغك، الافكار الجديده اللي تحل بيها مشكله الا اذا تعرضت لضغط رهيب. في مثل بيقول الحاجه ام الاختراع. اما جت الحمله الفرنسيه على مصر كان المصريين عايشين في حاله يعني ايه، ملهمش دعوه بحد، في حالهم كده. اللي بيشتغل في التجاره، بيشتغل في اي حاجه. هما الجيش العثماني مشيوا لقوا نفسهم لوحديهم، وحصلت ثورة القاهرة الأولى والثانية. المصريين طوروا أسلحة
نتيجة تعرضهم للضغط من الجيش الفرنساوي. عملوا سلاح وقوموا وصدوا بيه الهجوم. اي نعم الثورة فشلت في الاخر، بس هم عملوا اختراعات حربية نتيجة الضغط اللي حصل عليهم. فهو بكل بساطة كده بيقول لك اما انت بتضغط يحصل عليك ضغط جامد، ايه اللي بيحصل؟ بيحصل لك حاجة اللي هي ايه؟ بتدور على حل المشكلة، بتستخدم سلوك اسمه الفضول الموجه. يعني الفضول الموجه يعني انا بدور على حل المشكلة في ايه؟ في النت مثلا، اجيب كتاب اقراه، اروح اسأل واحد وجه المشكلة دي، وبعد ما بعمل الحاجة الفضول الموجه ده لما بدور على الناس اللي واجهوا مشكلة زي مشكلتي، بلاقي نفسي بقول الحلول بتاعته، بلاقي نفسي انا وصلت لحل جديد. ده بقى بيسموه ترابط الافكار. انا اعرف افكار اللي قبلي واجيب فكره جديده بناء على افكارهم. بس اهم حاجه يكون في خبرات. ترابط الافكار ده محتاج مثال. هتكلم عن مثال حصل لي انا شخصيا. ده بقى موضوع الحلقه الجايه، عن اذنكم.